السلام عليكم. معكم حليمة، واليوم غادي نعاود لكم قصتي وما جرى فيها. قصتي اللي غادي تجيكم مختلفة بزاف على القصص. انا خلقت وتربيت في العروبية، بنت البادية. كبرنا بهداك الشي اللي قسم الله. الاب ديالي كان فلاح كبير في الدوار، وكان كل شي كيدير ليه الحساب. كانت الدار ديالنا بحال شي زاوية كبيرة، كل شي داخل خارج، الداخل اكتر من الخارج. وكانوا عندنا الاراضي ديال الزيتون والغله ديال الديسير، وكانوا عندنا بزاف ديال الخدامه. المواسم كامله كنا كنخدموا فيها، وكنا حنايا العيالات اللي كنتكلفوا بالطياب والعجينه ديال هادشي كامل. انا راه عمرني ما قريت وعمرني ما عرفت شي حاجه سميتها المدرسه. التليفون كنعرف نجاوب حاليا، ولكن باش نكتب ميساج ولا ندير شي رساله هكا، هذه هي اللي ما نعرفش ليها. ايوا كبرنا بحال هكا بطبيعه الحال. الاب ديالي كان عنده ترينقه ديال الدراري وديال البنات، اش غنقول لكم؟ راه الا جيت نعدهم لكم راه بزاف، لدرجه ان خوتي عندهم ولادهم قدي، يعني حنا ولينا بزاف. المهم بقينا بحال هكاك. انا ما عمرني خرجت على الدوار ديالنا، ديما كنت في الدوار. وديما الا مثلا كاع الا مشيت وطوالو رجليا، كنمشي غير الفيلاج اللي حدانا فقط لا غير. وهاد الشي لا مرضت، وحتى المرض ما كان مرضش بزاف، وحتى لا مرضت بالسخانه ولا بشي حاجه. كنا هكا كنديروا داك الدواء ديال العرب، راكم عارفينه، اللي كيداوي وصافي. المهم غنبقاو بحال هكاك، وبداك الشي اللي قسم الله. وانتم عارفين الناس ديال البوادي كيعطيو البنيات ديالهم صغارين. انا تزوجت صغيره على 17 عام، جاو فيا الخطاب، ونهار اللي درت 18 درت العقد. وموراها مباشره با كان دار لي واحد العرس الكبير اللي عاودوا عليه بزاف ديال الناس. كان عطاني لواحد الناس تا هما في العربيه، ولكن ماشي في العربيه ديالنا، لا، البنات كانوا في واحد الدوار بعيد 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 بزاف، اصلا ما كنتش سامعه عليه، وما كانش حتى في الجهه ديالنا. انا ما كانش عجبني ديك الساعه الحال، لحقاش خوتي وخواتاتي كانوا مجوجين معنا في نفس الدوار. وحسيت براسي بحال الا غادي نمشي لاوروبا، بحال الا غادي نمشي لبلاد الغربه بعيد عليا، وما غنبقى نشوف حتى شي واحد، وما غنبقى مع من ما نبقى نلقى مع من نهضر. ايوا المهم هي هذيك، با كان عاجبو الوضع، واخا هما كانوا عائله كبيره، ولكن ما كانش عندهم الفلوس وميسورين بحال با. الناس من الاخر كانوا غير طامعين في الاب ديالي حتىش عنده الفلوس. كان دار ليا عراسيه كبيره، وكانوا جاو داوني. ايوا مشيت وسكنت مع اهلي وناسي ديال راجلي. ايوا واش غادي نقول لكم؟ انتم عارفين التحرميات ديال الحماوات، راه ما يقد عليهم غير اللي خلقهم. ايوا عجوزتي كانت بحال اي عجوزه، فيها السم وفيها التحرميات، وما يمكنش تخليني جالسه. ومن نهاري الاول ومن 7 ايام الاولى نوضتني البنات للشقا وتماره. ايوا واش غادي نقول لكم؟ كنت كنفيق في الصباح بكري ونتعاون معاها، وكنت كنعيا بزاف، وبحكم انا كنت باقا صغيره انا مولفه بداك الشيء وبتماره، ولكن لقيت داك الشيء مضوبل، وما لقيتش الكلمه الطيبه. كانت مثلا لا درتي شي حاجه ولا هادي، ما كتقول لك حتى الله يرضي عليك بنيتي. داك الشيء الا كنتي كتقديه راه كنتي كتقديه في داركم ومستحملاه عادي. ولكن حاليا انا عند العجوزه اللي ما كرهتش انها ما تخليني لا نعس لا ليل ولا نهار. هاد الدار اللي رحت فيها كنت سكنت فيها كيف ما قلت لكم مع حماتي ومع الشيخين، ولكن كانوا 3 ديال الواس ديالي اللي ساكنين مع عجوزتي في نفس الدار، وكلهم مزوجين وكلهم عندهم الوليدات. المهم غنبقاو بحال هكاك. وكانت واحد مرت لوسي هي الوحيده اللي ما كانوش عندها الولاد، وكانت يلا تزوجات يعني قبل مني انا بشي عام بحال هكاك. المهم هي هذيك عشت معاهم. ودوك مرات الواسي اش غادي نقول لكم؟ كانوا معايا مزيان، وحتى انا كنت معاهم مزيانه. كنا كنهضروا كنضحكوا كنطيبوا مجموعين في الكوزينه. هذيك هي الحاجه الوحيده اللي كانت في ديك الدار كتهون عليا. اما كيف ما كنقول لكم عجوزتي راه لا اله الا الله، كنت راد عليهم الراس. والصغيره كانت قدي تقريبا في العمر، وهادوك خلاص كانوا كبر منا وكان عندهم الحفايد.
هذيك فاش كانت جات كنت سولتها علاش ما ولدتيش، حيتاش هما في نظرهم في العربيه الا دوزتي غير عام وما ولدتيش راه عندهم شي حاجه اللي كبيره. وقالت لي بلي راها كتاخذ حبوب منع الحمل، وانا تيقتها طبيعه الحال. انا في هذيك الوقيته ما كنت كندير لا فانيد ولا يديك ولا يخليك. من النهار الاول اللي رحت عروسه عجوزتي كانت كتدخل في الشاده والفاده، وكانت قالت لي شوفي عندك تمشي ديري شي فانيد ولا شي حاجه. انا صافي يعني سمعت ليها وسمعت كلامها وبقيت عايشه معاهم في ديك الدار في داك السيستيم. وما غاديش يدوز بزاف، وهاد مرت لوسي الصغيره اللي كنت انا وياها متفاهمين. لوسي كانت جاتو شي خدمه في المدينه وكان هز مراتو وكانوا مشاو. ونهار مشاو كنت بكيت عليهم، حيت انا وياها كنا قراب لبعضياتنا بحكم اننا كنا كنعيشوا في نفس البلاصه. صافي السيده كانت مشات واستقرت في المدينه، وانا هنا غادي نخرج حامله في هذيك الوقيته بالضبط فاش كنت حامله. عجوزتي بقات كتفرح وكل شيء فرح ليا، ولكن انا كنت كنحس بهذيك مرت لوسي ما كانتش فرحانه ليا، حتى ديك الساعه كانوا باقي ما جاوهاش الوليدات. واخا هي كانت في واحد لاج اللي باقي صغير وباقي قدامها الايام اللي طويله وطويله بزاف. وانتم عارفين حنا في الباديه ما كناش هادي شحال كنمشيو للطبيب، كنا اصلا كنولدوا في الدار كيجيبوا القابلات، وكنا ما كنمشيوش نهائيا للطبيب. كيبقى داك الوليد كيتربى في كرشنا حتى كنولدوه. وايها البنات هادشي كان شحال هذا. المهم البنات راجلي كان داني للطبيب ديال الفيلاج، والطبيب قلبني واكد باني عندي الحمل، والامور ديالي كلها كانت غاديه مزيان. المهم بقينا بحال هكاك والايام غاديه بينا. في الاول كان جاني الوحم صعيب، ما كنتش كنقدر نوض من الفراش نهائيا. وكانوا كيحاولوا دوك مرات الواسي بجوج يقضيو عليا داك الشغال وكيردوا عليا شحال من حاجه. ايوا دوزت ديك الحماله ديالي كيف ما بغاها سيدي ربي، ومن موراها كنت ولدت ولدي الاول، والامور كلها كانت مزيانه وكان عاجبني الحال بزاف. المهم والديا كبروا بيا بزاف، وانتم عارفين الاسبوع الاول كيكون عند اهل العروسه. المهم تبا كان كبر بيا ودار لي اسبوع كبير وداكشي كلشي مزيان. ايوا بقيت ساكنه معاهم في ديك الدار، وغادا تبدا الحياه شويه بشويه كتزيان. وحتى ديك عجوزتي تهدات، ما بقاتش ديك العجوزه اللي كتنوضني بالصباح بكري وتقول لي ديري شلا حوايج. هما في المعتقد ديالهم تما في الباديه ان المراه فاش كتولد وبحال اللي كيقولوا صافي كتدق الوتاد، ما كتبقاش كيف ما كانت، يعني كتثبت راسها تما في ديك الدار. صافي هي هذيك البنات بقينا بحال هكاك، ما غاديش يدوز بزاف، تقريبا واحد العام ونص بحال هكاك، وغادي نخرج حامله المره الثانيه. وبيني وبينكم ما كنتش تقبلت الحماله الثانيه، حيتاش كان ولدي باقي يلا عنده شي عام وشي حاجه، كان باقي صغير وما بين الشقه ديال الدار وتماره وكيفاش غادي ندير وانا اصلا باقيه صغيره. المهم عجوزتي كانت فرحات عاوتاني وعجبها الحال، وكنت دوزت ديك الحماله باش ما عطا الله. وولدت ولدي الثاني، كان عندي عاوتاني وليد، وعجوزتي فرحات عاوتاني. نتوما عارفين الناس ديال البوادي ما كرهوش انك تولدي غير الولاد بارك. والامور بقات غاديه بحال هكا، وانا كنت عاديه وطبيعيه. لوسي اللي في المدينه ما كانش ولد هو ومراته نهائيا، ما عرفتش مساكن واش القدر ديال الله سبحانه وتعالى، واش هو عنده شي مشكل ولا هي اللي عندها المشكل. ومني كنسولهم كيقولك باللي الامر عندهم عادي ويمكن لهم يولدوا، ولكن المساله مساله قدر الله سبحانه وتعالى وتوقيت الهي. نهار اللي الله غادي يأذن راه غادي يعطيهم الذريه الصالحه. ايوا غادي ندوز مع راجلي البنات 5 سنين ديال الزواج، 5 سنين اللي رزقني بها الله سبحانه وتعالى كيف ما عرفتوا، جوج ديال الوليدات. راجلي ديك الوقيته كان كيعاملني واحد المعامله راه ماشي زوينه ولا خايبه، معامله عاديه ديال الزواج تقليدي وصافي، ولكن بيني وبينكم كان كيراعي فيا الله. ايوا بقينا بحال هكاك حتى جاتنا الخبار ديال الوفاه ديال لوسي اللي في المدينه. كان مشى عند الله مسكين، وكان بقى فينا بزاف لدرجه ان مو كانت بغات تسطى ولا تحماق. حيتاش نتوما عارفين راه الامهات اللي غادي يحسوا بهذا الشعور هذا.
وكيف ما كتعرفوا هو ما والدش مع مرته، ومرته راه بنت خت حماتي. داكشي علاش هي كانت عزيزه عليها بزاف. وهذيك الوقيته بالضبط كانت جات ورجعت للدار وجلست معانا، وواخا كانت امها باقا بالحياه وباها وداكشي، ولكن عجوزتي ما قبلاتش ليها تعيش في شي بلاصه من غير ديك الدار اللي حنا عايشين فيها كاملين. ايوا كانوا دوزوا واحد الوقت اللي صعيب وخايب بزاف لواحد الدرجه اللي ما غتيقوهاش، وكل شيء ما قدرش يتقبل الموت ديال لوسي. ولكن هذا القدر ديال الله سبحانه وتعالى، والانسان ما يمكنش يعترض على القدر ديال الله، وما يمكنش حتى حنا غادي نعرفوا فوقاش نموتوا. ايوا بقينا بحال هكاك لمده عام تقريبا ولا ما كاملش. وفي هاد الوقيته بالضبط عجوزتي خدات واحد القرار اللي لا رجعت فيه، حتى شي عجوزتي هي اللي كانت كتقرر في الدار، وهي الراس الكبير، وإلا قالت شي حاجه خاصها تطبق والامر كله عليها. المهم هي هذيك البنات السيده خدات القرار انها غادي تزوجهم بجوج. غتزوج راجلي انا ببنت اختها. هذيك الوقيته انا باش سمعت ديك الهضره قلت ليها واش حماقيتي ولا تسطيتي؟ وهي تجاوبني قالت لي شوفي، غيتزوجوا هي غيتزوجوا، عجبك الحال بنت الناس هانتي معانا مرحبا، ما عجبكش الحال سيري لدار باك. انا بقيت كنشوف فيها ومصدومه، كنقول مع راسي واش هذه هبيله ولا مسطيه ولا كتقرر في بلاصتي وشنو قال ليها راسها. صافي في الاخير قلت مع راسي ما غاديش نجاوبها، ومشيت بطبيعه الحال جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا عند با. راجلي ما نكذبش عليكم السيد ما كانش قابل انه يتزوج بها، وكان دار جميع المحاولات باش ما يتزوجش بها. وفي نهاية المطاف دخل حتى باه، وباه قال لي خاصك تزوج بها لحقاش حنا ما بغيناها تزوج بتا شي واحد. انا ديك الساعه عقلي ما بغاش يتقبل، انا بغيت نتسطى. ايوا صافي في نهاية المطاف رجعوا السيد في الخط ديالهم، والسيد وافق وعجبو الحال انه يتزوج بها. ايوا هذيك الوقت انا فاش سمعت ديك الهضره قلت له صافي طلقني، ما يمكنش ليا نبقى مع راجل جايب عليا الضر. وراجلي كان رافض الفكره تماما. وحتى من عجوزتي واخا سمعتني داك الكلام قالت ليه شوف راه الطلاق هو اللي ما غاديش تطلقها، ما يمكنش الولاد ديالك بجوج يعيشوا في شي بلاصه من غير هذا الدار. وكانت كتخاف ان بنت ختها اللي هي مرات لوسي تكون هي ما كتولدش، وداك الشيء علاش ما ولدوش، وديك الوقيته غيتزوج بيها وما غاديش يبقى معايا انا وهي باغيه تزيد الاولاد. وانا كنت خديت ديك الساعه القرار ديالي وهضرت مع با، وحتى با كان في الصف ديالي، وكان قال لي ما يمكنش هادشي اللي درت، وطلق ليا بنتي وعطيها براتها. وديك الساعه تزوج ولا طلق انت حر، المهم بنتي خاصك تطلقها. ايوا راجلي ما بغاش يطلقني، وبقينا على داك الحال شهرين، والسيد مشى وتزوج هذيك الوقيته انا هزيت راسي انا وبا، وكنا مشينا سولنا على راسنا، ومشينا عند المحامي، وكنت رفعت عليه دعوه ديال الطلاق. ايوا المهم البنات القضيه كانت استمرت بزاف، والسيد ما بغاش يطلقني، وناضت المشاكل بزاف، وتم فهمت بانني حيت طلبت الطلاق راه ما غاديش ناخذ منه الحقوق ديالي. وانا بيني وبينكم ما بغيت لا حقوق ولا حتى شي حاجه، بغيت غير نتفارق معاه. وواخا كانوا كيضحكوا عليا الناس وكيعيبوا عليا وكيقولوا حليمه واحد الانسانه ما قارياش وما واعياش، وما يمكنش ليها دير شي حاجه بلا راجلها، حيتاش راجلي كان قاري، وديك الوقيته كان عنده الباك، والباك عندهم في العربيه راه شي حاجه. المهم صافي هي هذيك البنات استمريت في الدعوه ديال الطلاق، وبا مسكين كان دار جهدو كامل غير باش يفارقني معاه. وفعلا طلقت من السيد، ولكن ما خديت منه حتى شي حاجه، وجيت وجلست في دار والديا، ولادي عندي. وفي نهايه الاسبوع ولا في العطل كان كيجي وكيشوفهم وما كيخلي ما كيشري ليهم. المهم بقينا بحال هكاك بداكشي اللي قسم الله. والاب ديالي كيف ما قلت لكم كان ميسور، وما كانش كيحاول انه ينقص على وليداتي حتى شي حاجه، يعني ما كان خاصني حتى شي خير. وانا في هذيك الوقيته كنت خديت قراري وتشاورت مع الاب ديالي، وكنت قلت ليه بلي انا ما غنبقاش في هذه العروبيه. قال لي علاش بنيتي؟ قلت له انا راه بغيت نمشي للمدينه، نمشي نخدم على وليداتي وندمر، بغيتهم يقراو في المدينه، بغيتهم يوصلوا لديك الحاجه اللي ما وصلتش ليها انا. با في الاول كان مانع ورافض الفكره، وقال لي لا وحشومه وتهنا يقراو وتهنا يديروا داكشي اللي بغاو، واللي بغاوها تكون وهادي وهادي. ولكن انا
ما بغيتش، قلت ليه لا با خاصني نمشي. وبا كان بحكم انه عندي الفلوس بزاف كان شرا واحد الدار في المدينه، وما كتبهاش ليا في سميتي بطبيعه الحال حيت حنا بزاف. كان كتبها بالاسم ديالو هو، وكان قال لي شوف بنيتي هاد الدار غادي تسكني فيها انت ووليداتك هنا في المدينه، واللي جا في خوتك ولا انا ولا امك بغينا نجيو نرتاحوا عندك شويه نجيو. قلت له با نتوما كاملين على الراس والعين، واصلا هذه دارك، انا فقط غنسكن فيها بدما نقد الامور ديالي. قال لي لا انا عمرني ما غادي نخرجك من هاد الدار. وفعلا مشيت وانتقلت للمدينه، ودخلت وليداتي للمدارس عاديه ديال الدوله وبداو كيقراو. الحمد لله الامور ديالي تيسرات، وكنت ساكنه في واحد الحي اللي هو زوين مأمن، يعني من عندي مناش نخاف. وهذيك الوقيته كنت خرجت وبديت كنقلب على الخدمه، ولكن دوك الخدامين اللي كنت كنلقى كاملين في الميناج، كاملين في واحد التوقيت اللي ما يصلحش ليا انا نفرط في وليداتي ولا نخليهم بوحدهم، او لا يعني ما غيبقاوش يلقاوني في الدار. خاصني ضروري شي خدمه اللي تكون حره، شي خدمه اللي تكون الوليدات فاش يجيو من المدرسه يلقاوني في الدار. ايوا هنا البنات كان طاحت عليا واحد الفكره، وكنت مشيت وهزيت واحد الدمليج كان عندي في يدي، كان شراه ليا با حبيبي مسكين شحال هذا، شديته البنات وبعته، وبهاديك الفلوس كنت مشيت وتقديت كاع السلعه اللي خصني. انا الحاجه الوحيده اللي كنعرف نديرها هي انني كنطيب، وقلت علاش لا اللي ما نديرش، هذا هو المشروع ديالي. وفعلا كنت كنجلس في الدار وكنقدم مليويات حريشات، كنقاد ديك غريبه حليوه. المهم كل مره وشنو كنت كنبدا، وكنت كندير ديك الصواني ديال الماكله وكنقادهم وكنخرجهم لواحد البلاصه اللي كانت قريبه للدار ديالي، وكنبقى نبيع بحال هكايا. كندير كراسه وكنحط عليهم داك الصواني وكنبدا نبيع للناس شويه بشويه شويه بشويه. بدات الامور ديالي كتيسر، حيت هذيك البلاصه اللي كنت ساكنه فيها انا ماشي شعبيه، كانت بلاصه نقيه وزوينه، وكانوا كيدوزو غير صحاب الطوموبيلات وكانوا كيشريو من عندي. في الاول كانوا كيشريو غير واحد الحاجه ولا جوج، ولكن من بعد فاش كيبقاو يذوقوا الماكله ديالي كانت زوينه بزاف كانت عجباتهم، لدرجه ان كتجي عندي واحد السيده مولات واحد الطوموبيل وكتوقف وكتقول لي شوفي انا بغيت غدا في الوقيته الفلان فلانيه ديري لي واحد الكوموند. كانت كتقول لي شوفي انا بغيت الكيلو د الملاوي وكيلو د الحرشه، وكتقول لي قدي لي واحد الطابسيل ديال هاد غريبه. انا ديك الساعه كنت كنفرح بزاف. المهم ما بقيتش كنخرج للزنقه نهائيا، ولاو الناس وريتهم الدار ديالي. هذاك الكونسيرج ديال العماره كنت موصياه وكيجيو عنده كيقول له مثلا بغينا الدار ديال حليمه كان كيجي عندي. وكنت عرفت بزاف ووليت كنخدم الحمد لله من داري، وحيت ما كنتش كنخلص الكرا، فقط الماء والضوء والماكله ديال الوليدات والحويجات ديالهم راه با كان كيكسيهم دائما، وبالاضافه ان النفقه ديال راجلي كانت كتخرج ليهم. المهم هي هذيك بقينا على داك الحال، وبديت شويه بشويه كندخل شويه د الفلوس. وفي هاد الوقيته ساق لي راجلي الخبار وبغى يجي يشوف الدراري. ديك الساعه كان جا هو وبا، شافهم وشافني باللي انا تبدلت وزيانيت ورجعت كنلبس والفلوس بانت عليا. ايوا بقى كيرغب فيا باش نرجع ليه. قلت له شوف ولد الناس هذه هي اللي ما عمرك غادي تحلم بها. قال لي شوف يا حليمه انا مستعد نطلقها هي ورجع لك. قلت له علاش؟ كيف ما طلقتيني انا متاكده غادي تطلقها هي وتدي وحده اخرى وتطلقني، حيتاش اللي دارها مره راه يقدر يديرها 10 ديال المرات. المهم السيد ما خلى ما دار باش يرجع ليا، ولكن انا راه صافي قلبي برد من جهته وما بغيتوش. المهم في هاد الوقيته السيد غادي يبغي ينتقم مني زعما، وقطع عليا النفقه ديال الوليدات، وانا راه ما تسوقتش ليه نهائيا. غادي نبقى عايشه بحال هكاك في المدينه لدرجه ان بداو كيجيو فيا الخطاب. انا فاش كنت كنقول لهم بلي انا مطلقه بجوج وليدات راه ما كانوش كيتيقوا، حيتاش راكم عارفين كنت باقا صغيره وعاطيه اللعين. واخا كيعرفوا عندي الوليدات كيقولوا زعما راه عادي، راه ما عندناش مشكل انك تكوني يعني مطلقه وعندك الدراري، حنا راه ما عندناش مشكل يعيشوا معنا الدراري. وبا فاش سمع هاد الهضره قال لي يا بنتي عطيني دوك الدراري يعيشوا معايا وانت عاودي حياتك مره تانية. ولكن انا كنت متاكده النهار اللي غنبغي نتزوج راجلي راه غادي يجي يبغي يدي ليا الولاد.
ايوا صافي بقيت بحال هكاك وما ما بغيتش نتزوج نهائيا. رجعت كنخدم شويه بشويه 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 حتى جمعت واحد شويه د الفلوس. هذيك الوقيته كنت مشيت عند با وقلت ليه عافاك با سلفني واحد شويه د الفلوس، راني بغيت ندير واحد المشروع. با ضحك عليا وقال لي اين مشروع غادا ديري نتيا؟ قلت له غادي ندير شي حاجه بحال هكا، شي المهم شي باتيسري صغيره ولا محلابه، غادي نقاد فيها الملوي والحرشه والرايب وهادشي ديال الدار. با قال لي راه ما غاديش تقد يا بنيتي بهادشي، هادشي صعيب عليك وخاصو ضروري الرجاله. قلت له شوف با انا راني كنعرف هادشي وعارفه راسي شنو كندير. المهم عطاني با وعطاني داكشي اللي قليل، يعني ما عطانيش بزاف حيتاش كان كيقول واقيلا غير غتضيع الفلوس. صافي هي هذيك بالاضافه للفلوس اللي كنت انا جامعه، هزيتهم ومشيت وكريت واحد المحل صبغته وقديته ودرت فيه محلابه. وكنت كنوض مع 5 ديال الصباح البنات ونمشي ونحل ونقاد ونستف ونطيب الملاوي والحرشه ونسد داك المحل ونرجع عاوتاني للدار كنجري باش نوض وليداتي ونفطرهم ونجيبهم معايا ونديهم للمدرسه. عاد كنرجع للمحلابه نخدم، والامور ديالي بدات شويه بشويه كتيسر، لدرجه انني كنت جبت واحد السيده كبيره في لاج اللي كانت كتعرف تصايب هادشي وبدات كتعاوني حتى هي مسكينه، حيتاش الوقت ما كانش كيبقى ليا باش انني نوفق ما بين خدمتي ووليداتي. المهم بقيت بحال هكاك والامور ديالي غادي تيسر لواحد الدرجه كبيره الحمد لله. ربي كبير وفيه كل خير. اما راجلي ما كانش ولد مع هذيك خيتي نهائيا، وهنا كانوا تاكدوا وعرفوا بانها هي اللي ما كانتش كتولد مسكينه، وزعما ولادها بجوجهم راهم كيولدوا. ايوا عجوزتي منين عرفت هاد الشي شعلت فيها العافيه وقالت ليه والو خاصك ترجع حليمه موت ولادك، هي اللي ولدات لك وداك الشي وهاد بنت اختي هادي غادي تبقى عايشه معانا. راجلي كان كيجي اولا طليقي كان كيجي كيرغب ويزاوق فيا، كنبقى نقول ليها انا واش ما كتفهمش واش نتايا ماشي بشر، راه الرجوع هو اللي ما غرجعش ليك. المهم السيد كان كيحاول يدير مجهوده، وهاد الوقيته اللي قبلت انني نواجهه فيها كنت مشيت ورفعت عليه دعوه ديال النفقه. فعلا تحكمات ليا والسيد كان خلص ليا حقوقي كامله حيتاش خاف يدخل الحبس. مو غادي تبقى خيطي بيطي عندي للدار والمحلبه كتقول لي وجه الله لا مرجع ليا لولدي، وخصوصا باش شافت النعمه بانت عليا والفلوس وكانت كتقول لي شوفي انت راه كيخصكي راجل اللي يوقف معاك ويخدم معاك، ما يمكنش تكوني جالسه غير بوحدك هنا في هذا المحل، ضروري خصكي راجل في كتافك. قلت لها شوفي يا خالتي العزيزه، الراجل اللي بغيتي نتيا ليا انا ما بغيتوش، ما يناسبنيش حيتاش من الاخر ماشي راجل. وهي طار ليا في وجهي قالت لي شنو كتقولي، علاش كتقولي هاد الهضره، انا ولدي ماشي راجل. قلت لها كيف ما كتسمعي، السيده دارت جميع المحاولات غير باش ترجعني ليه، ولكن انا ما كنتش بغيت، اللي ما يمكنش ليا كامراه انني نقبل. بزاف ديال العيالات غادي يساهموا معايا في هاد النقطه، واش نتوما تقبلوا على نفسكم ان شي انسان اولا شي راجل يتزوج عليك؟ راه هذه هي اللي ما تكونش. المهم بقيت عايشه بداكشي اللي قسم الله ما بين المحلابه والدار والمدرسه ديال وليداتي. خوتي كيجيو عندي بطبيعه الحال في العطل، وحتى والديا وتا انا كنمشي للدوار وكنزورهم في العطل. عايشه بخير وما خاصني حتى شي حاجه. تقدموا ليا كيف ما قلت لكم العرسان، ولكن انا ما بغيتش حيتاش ما بغيتش نتزوج ونعطي وليداتي لباهم ولا لحماتي، حيتاش عارفه ديك عكوستي شريره وما غاديش تعاملهم مزيان. المهم بقيت عايشه بحال هكاك. ايوا كبروا ليا وليداتي وولدي الكبير وصل البكالوريا وتما كان عجبني الحال. شوفوا واحد الفرحه ديال الامهات فاش كتوصلي وليداتك في القرايه راه كتكون واعره. ولدي كان خدا الباك بواحد النقطه اللي هي مزيانه بزاف، واللي اهلاته انه يدير الجامعه ديال الميدسان الحمد لله. صافي ولدي دخل لكلية الطب، وانا عارفه هنا المصاريف بزاف، ولكن با راه دابا واخا كبر مسكين بزاف وهذا، ولكن كيقول لي شوفي ما تضربي الحساب لتا شي حاجه،
أكيد أنا غادي نعاونك في المصاريف، وفعلا با كيعاونني. عاد دابا عندو العام الأول في الكلية، وولدي الصغير تا هو باقي كيقرا. العام الجاي إن شاء الله عاد غيكون عندو الباك. عايشين بخير وعلى خير، وما ناقصنا حتى شي خير. راجلي باقي مزوج بديك بنت خالته، باقي ما ولدش معها نهائيا، وباقا عجوزتي الشريرة نفس الحاجة، وكتسممهم وكدير ليهم داكشي اللي بغات. انا ما فهمتش، انا كناشد العجوزات اللي كيفكروا بهاد العقليه. مادام ولدك قرر انه يتزوج، ونقولوا كاع انتي اللي اختاريتي ليه العروسه وكل شيء، ولكن عطيه التقار. علاش كتبقاي تدخلي في شي حاجه بعيده عليك؟ علاش كديري بحال هكا؟ انا عارفه باللي ماشي كلشي كيتدخل في القرارات ديال الابناء ديالهم، ولكن بحال هاد العجوزات الله يهديهم وصافي. حاليا عايشة سعيدة كأم، فرحانة، ما عنديش وما خصنيش. المحلبة ديالي كبرات، بدلتها بطبيعة الحال، ما بقاتش كيف ما كانت. بدلت موراها شي 2 ولا 3. حاليا عندي وحدة مزيانة ومرتاحة فيها، وما بقيتش كنخدم بيديا. وليت كنشد انا غير لاكيس وصافي. وبطبيعة الحال كنت مشيت وقريت محاربة الأمية، حيتاش كان خاصني ضروري نتعلم الحساب، وضروري نتعلم شلا حوايج، حيتاش في هاد الزمان الا ما كنتيش متمكنة وقارية يديروها بيك صحاب الحال. وكنتمنى القصة ديال اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وتكونوا خديتوا منها العبرة والاستفادة. وما تنساونيش كيف العادة من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينة بحالكم. وما تنساوش الصلاة على الرسول دائما عليه أفضل الصلاة والسلام. خليتكم على خير.